شهد الروح القدس عن زكريا وأليصابات بشهادة مختصرة بسيطة تلخص الحياة كلها. كانوا شيوخ كبار، لكن الروح القدس شاهد في الإنجيل قال: إذ كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع طرق الرب وأحكامه أو وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. بلا لوم. تقرير بيلخص الحياة في سطر: كان كلاهما برين أمام الله. لما ببص لحياة الأرشي اللي كلنا لمسنا فيه رائحة المسيح الزكية ولمسنا فيه خدمة ربنا وروحه، جاء في بالي الآية دي: كان كلاهما برين أمام الله. يعني إيه أمام الله؟ قال يعني إن حطوا في قلبهم إنهم يكونوا أبرار قدام ربنا، لكن إن رأي الناس ملوش وزن، لكن أهم حاجة يكون بر أمام الله. وبرضو جت في حتة تانية لما نوبة فرقته ليكهن أمام الله، كأن حياة الإنسان أمام الله، كل اللي بيعمله يبقى بار أمام الله، وأهم رأي هو رأي ربنا. وقال: سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. ودي كلمة قصدها الإنجيل جدا، ما قالش بلا عيب، قال بلا لوم. ليه؟ لأن ما فيش حد فينا بلا عيب. أكيد كان فيه خطية، أكيد كان فيه غلط، إنما القلب إيه؟ النية إيه؟ الخدمة إيه؟ الروح إيه؟ فربنا مش بيلومهم. بلا لوم. تبقى حياة الإنسان مختصرة في سطر مكتوب كده. ودايما نقرأ ساعات في العهد القديم إن الملوك مثلا يقول لك إيه: وعمل ما هو صالح في عيني الرب. بس كده، كلمة أو سطر واحد. أو عمل الشر في عيني الرب، أو ذهب غير مأسوف عليه. كلمة بتلخص الحياة. فالسؤال هو: حياتي يا ترى الروح القدس هيقول عليها ايه في الاخر؟ يا ترى ربنا هيبقى رأيه ايه؟ السطر اللي هيتكتب في نهاية حياتي هيبقى شكله ايه؟ السطر ده ايه؟ انا اتهيألي النهاردة السطر اللي يلخص حياة الأرشي، الحياة كلها، يقول ايه؟ يا ترى السطر ده مكتوب فيه ايه؟ فعلا زي ما مكتوب عن زكريا: كان كلاهما أو كان بارا أمام الله سالكا في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. أو مكتوب فيه: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير. أو مكتوب فيه إن رائحة الطيب كثير الثمن المكسورة من القارورة فاحت في كل المسكونة. أظن أكبر دليل على المحبة بتاعة ربنا إن كل القلوب اهتزت لهذا الإنسان البسيط العميق في نفس الوقت، اللي خدم الكنيسة تاريخ وأسس الكنيسة وأسس اللبنات الأولى من الكنيسة في خدمة لم يهتم فيها أبدا بالمظاهر، إنما كانت خدمة كلها جد
كان فعلا بار أمام الله حتى في أيامه الأخيرة. زي ما قدس أبونا مرقس قال لنا، كان بيطلع من السرير ويقعد على الكرسي عشان يراجع الفواتير بتاعة صيانة الكنيسة حتى لآخر لحظة، بيقوم بخدمته. أول مرة أتعرف على الأرشي، طبعا أنا صغير قوي يعني، لسه جاي في الخدمة، ما بقاليش 10 سنين يعني. الأرشي أثارنا بمحبته. في مرة كان في معايا صليب كده كنت بصلي بيه، مش عارف كان ايه اللي حصل، يمكن كان ابونا مرقس في ربنا ما يغيب له حس، يمكن كان في رحلة او حاجة وانا جيت اصلي بداله. بعدين اول مرة اتعرف بالناس واول مرة اشوف الأرشي. طبعا الألفة والحرارة والمحبة والنقاوة اللي كلنا بندقها كل يوم، لكن حصل ان انا نسيت الصليب اللي انا كنت بصلي بيه، وبعدين تصادف ان هو معاه الصليب ويقول لي انا ايه قدسك نسيت الصليب بتاعك معايا. قلت له خلاص يا أرشي مش مشكلة. قال لي لا لازم ارجعه لك. وبعدين رحت مرة تاني ومرة تالتة، كل مرة اقابله يقول لي يا ده انا الصليب في البيت، الصليب ما نسيته. مش مهم يا أرشي، وهو فاكر الموضوع. في الاخر عمل ايه؟ الصليب مفضد يعني، هو قصدير كده، راح صبغه بمية ذهب كده، ذهبي يعني، وجابهولي في هدية مخصوصة، وقال لي الصليب اللي كنت عمال انسيه، يعني اعتذار مني ان انا صبغته لك يعني مش عارف ايه. ولحد هذه اللحظة هذا الصليب موجود، بعمل بيه الأكاليل في أبو ظبي باستمرار، وحطه مع عدة الأكاليل إنه ده الصليب بتاع الأرشي، تذكار المحبة بتاعته. إنه هو كان عايز دايما، مش عايز أبدا يعني، كان بيحسس على مشاعر كل واحد، مش عايز أي حد. أكيد هو أكيد بيعمل الموضوع ده مع كل واحد يعني، مقدار الحساسية. لأن المحبة يا إخواتي، المحبة حلوة، المحبة مفرحة، والمحبة تعتبر شعور الآخر جدا. فكانت بداية علاقة جميلة قوي بيني وبين الأرشي ساعتها. وفي كل الاجتماعات اللي كنا بنعملها قد إيه كان بيتكلم كلام زي ما قال سيدنا امبارح، كلام موزون، كلام قليل بس في مكانه، ومؤثر، وكلام بسيط في نفس الوقت. أرجع تاني للمنظر الأخير بتاع زكريا، إنه كان ظهر له ملاك على يمين مذبح البخور وقال له لا تخف يا زكريا. الحقيقة إن الملاك ده موجود دايما باستمرار على يمين مذبح البخور في الكنيسة، وهو اللي بينقل صلواتنا وتذكاراتنا قدام ربنا. وابونا في آخر القداس بيصرف الملاك بتاع الذبيحة، لكن اللي بتفرق هي العين اللي بتشوف. هو الملاك موجود، إنما في عين بتبصر السماويات وفي عين جسدية طبيعية ما بتشوفش الروحيات. الأرشي في آخر زيارة ليه في المستشفى بالكاد كان بيقوم من السرير وبيقول لي أنا فرحان بربنا ومتعزي بس متألم. وده يمكن كان آخر لقاء، لأني صليت كنت المفروض نسافر رحلة الصعيد لمصر مع الشباب، فكانت آخر فترة أو آخر ساعتين 3 قبل ما أسافر قلت لازم أشوفه. ورحت فعلا خدت بركته، هذا الإنسان القديس الملاك الجميل. أشكر ربنا
إنه موجود في كنيستنا قديسين بالطريقة دي نتعلم منها. ما هو الإنجيل بتاعنا يا أحبائي أو الوصايا مش للوعظ، ده للحياة. يعني هو إيه الأمثلة اللي قدامنا؟ ما هو المثال الحي البسيط لإنسان عايش الوصايا بمنتهى البساطة، بيعيش البر كل يوم، بيخدم ربنا من كل قلبه، مكرس حياته لله. فده أنا أتعلم منه جدا جدا. طب اللي ما أتعلمش نقول إيه؟ عشان كده يا أحبائي النهاردة إن كنا نجتمع في هذه الساعة من أجل حبيبنا الأرشدياكون يوسف، هذا الإنسان التقي اللي كان رائحة عطر لكل الكنيسة، وعلمنا كيف تكون الحياة مع الله، علمنا كيف يكون السهر، علمنا كيف تكون الغيرة في الخدمة، علمنا كيف يكون النقاوة في الحب، وعلمنا كيف يكون الاتضاع الحقيقي غير الشكلي، ومش اللي متصنع ومش المتجمل أبدا. اتضاع جنوين أصيل حقيقي فعلا، إنسان متواضع للأرض. نطلب من أجل صلواتهم من أجلنا، نطلب تعزية لكل الكنيسة، والقدس أبونا مرقس الحبيب الذي لم يفارقه أبدا. وده تذكار حب للكنيسة كلها، وتعليم ودرس للولاد الصغيرين الشباب والكبار إزاي إن أب الكنيسة بيبقى جنب ولاده. ربنا يدي نياح لنفسه يصلي لنا دايما ويدينا تعزية ببركة صلواته كلها. لإلهنا المجد دائما أبديا.